اول ما تحضروا طبق البتنجان المخلل بالطريقه دي بالظبط هتتاكدوا انه احلى من بتاع المطاعم وعربيات الفول بكتير. تعالوا نشوف هنحضره ازاي مع بعض. النهارده استخدمت البتنجان الاسود، تقدروا تستخدموا اي نوع بتنجان بتحبوه، بس انا بحب البتنجان الاسود، ويفضل طبعا ان هو يكون فريش ويكون لامع. بنعمل فيه فتحه بالشكل ده بس مش بنوصل للاخر، بنفس الشكل ده بالظبط، بحيث اننا لما نحشي البتنجان نقدر نحتفظ بالحشوه بتاعتها جواها. وطبعا لو مش حابين ان انتوا تشيلوا الجزء اللي فوق بتعملوا نفس الفتحه دي بالظبط وبتحتفظوا بالجزء اللي فوق. بنشيل الجزء الاخضر قبل ما نبتدي اننا نقلي البتنجان. وفي الوقت ده بنكون بنسخن الزيت على درجه حراره متوسطه لعاليه، بنبتدي اننا ننزل فيها البتنجان وبنقليه، ولو الزيت مش مغطي البتنجان بالكامل النص القلي بنبتدي اننا نقلبه على الناحيه الثانيه. ولما بنقلي معاه من الفلفل الاحمر والاخضر بيديله طعم شطشطه وبيكون طعمه حلو قوي. مده القلي بتعتمد على حجم البتنجانه نفسها، لكن طبعا بنفضل متابعينه، وما بياخدش حوالي من 7 ل 8 دقائق على نار متوسطه لعاليه. وطبعا كل ما كان حجم البتنجان اصغر فهو بياخد وقت اقل في القلي. ولغايه ما البتنجان يتقلي ويهدى شويه تعالوا نحضر الحشوه اللي هنحشي بيها البتنجان. استخدمت فلفلايه حمراء حلوه مش حاره، واستخدمت معاها جزر علشان تقلل بس من حراره الفلفل اللي انا مستخدماه، وطبعا ضفت معاها توم وبقدونس، ويفضل لو في شبت لكن ما كانش عندي موجود شبت. واستخدمت 2 من الفلفل الاحمر الحار الهالبينيو، ومعلقه كبيره من هريسه الشطه. وبالنسبه للبهارات اللي استخدمتها كانت ملح وكمون وكزبره ومعلقه من الشطه وربع معلقه صغيره من البابريكا. البابريكا اختياري، لكن لان الفلفل اللي عندي ما ادانيش اللون اللي انا كنت محتاجاه. وبنبتدي اننا نضرب كل المكونات بتاعتنا في الكبه. انا مش عايزه ان انا افرمها لغايه ما تتحول لعصير، انا عاوزاهم بس مجرد ان هم يكونوا مجروشين او مفرومين فرم خفيف. وضفت معاهم اضافه حولت طعم البتنجان حرفيا، ضفت معاها 2 من الفلفل اللي انا كنت قليهم مع البتنجان، بيحول الطعم وبيوديه في حته تانية خالص. وطبعا المخلل لازم بنضيف عليه الليمون وبنضيف عليه الخل. انا استخدمت معاه ليمونه من الليمون الاخضر، وضفت معاه حوالي معلقه كبيره من الخل. ومش بنضيف الزيت في المرحله دي خالص، بنضيف الزيت بعد ما بنبتدي اننا نضرب كل المكونات دي مع بعض. في الوقت ده بنبتدي اننا نضيف عليه الزيت. انا استخدمت له معلقتين من الزيت اللي انا كنت قاليه منه البتنجان، بيديله طعم حلو قوي، بيديله من طعم البتنجان وطعم الفلفل المقلي. الخلطه دي مش بس تستخدموها مع البتنجان المخلل، تستخدموها مع اكلات كتير قوي ومع اسماك ومع مخللات كتير. وبنبتدي اننا نطلع البتنجان من الزيت لما بيكون لونه بقى ذهبي غامق، بنبتدي اننا نطلعه وبنحاول قد ما نقدر اننا نحشيه وهو لسه سخن، بحيث ان هو يتشرب التتبيله كلها واحنا بنحشيه بيها، لان طبعا كل ما كان سخن كل ما يشرب التتبيله اكتر. وشوفوا ما شاء الله من جوه قلبه ابيض ازاي، وطعمه كان خطير يا جماعه. وبتقدروا تحتفظوا بيه في التلاجة لمده اسبوع ل10 ايام، بيكون في علبه محكمه مقفوله كويس جدا، بحيث اننا نقدر نحتفظ بالطراوه، والحشوه بتاعته بتكون بنفس الفريش بتاعه. شوفوا قد ايه يا جماعه شكله لوحده يتاكل لوحده، والطعم احلى من المطاعم بمراحل. اوعدكم لما تجربوه ان انتوا هتعتمدوا الوصفه دي ومش هتغيروها ابدا. وحشوه البتنجان واللي هي بتكون السر بتاع الطعم بتاعه، تقدروا ان انتوا تعملوا منها كميه كبيره وتحطوها في برطمان في الفريزر، وتقدروا تستخدموا منها في اي وقت انتوا حابين. ولو هتحطوها في التلاجة فيفضل برضو تكون في برطمان محكم، وتقدروا تخلوها في التلاجة لمدة من اسبوع ل10 ايام. وتقدروا في اي وقت ان انتوا تقلوا البتنجان وتضيفوا عليه من الخلطة الجاهزة اللي انتم محضرينها. بيكون اسهل بكتير قوي من ان انتوا كل مرة بتبتدوا ان انتوا تحضروا خلطة جديدة. ولو لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي فشكرا جدا ليكم انكم هنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. باي باي.